السلام عليكم جميعا. المهم هذا نزال بين مغربي وجزائري بعد ما تحدد البطل الجزائري المدمر المغربي نبيل حريولي. نبيل حريولي كما تعلمون جميعا هو مول القفازات السوداء اللي لابس الشورت ابيض، وبلال زروال الجزائري مول الشورت اسود اللي لابس قفازات بيضاء. يعني الجزائري مدهشر، ما عارف باقي شنو غادي يدير، يعني ما عرفش كيفاش غادي يهجم، ما عرفش كيفاش غادي يقاوم هذا المدمر المغربي. راه دوا معايا البال وانتبهوا لهذا النزال. نزال يعني خرافي جدا. نبيل حريولي كما نعلم جميعا هجوم متكرر وضربات قوية، والمقاتل الجزائري ما عليه سوى حماية الوجه فقط. شو ما عرف شنو غادي يسبق وشنو غادي يأخر. شو اللهم بارك اللهم بارك. يعني نزال حارق جدا ونزال دموي. شو اللهم بارك. تدخل الحكم ووقفهم، يعني بدا العد دابا الجزائري شوفوا البوز اللي دار بعينيه، يعني قال لهم ضربات خرافية، ما بقاش باقي مسكين قدر انه يقاوم الضربات الخطيرة. كما نعلم جميعا يعني المقاتلين المغاربة يخشاهم الجميع داخل الحلبة في جميع الفنون القتالية، سواء في الكيك بوكسين، طي بوكسين، وفي الام ام اي، يعني جميع الفنون القتالية المغاربة يسيطرون على الحلبة. شوفوا اللهم بارك، شوفوا الجزائري ما بقى مسكين عارف شنو يدير. شو نبيل حريولي هجوم متكرر وضربات قوية. شو الخلعة والله لا الخلعة. الخلعة شو الخلعة الخلعة ما عرفت حتى شنو يدير. شو كيقرب عند نبيل حريولي المغربي اللهم بارك ويستقبله بضربات من الجحيم. شو رجليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شو رجلي الجزائري كي كدير. شو الفيبرور مسكين شادو ما بقى عارف شنو يدير، كيتسنى غير الحكم انه يوقف النزال، ما بقاش مسكين باغي يكمل. راه في الجوله الاولى قال لي محبس، لكن الحكم ديال المدرب ديالو قال لي استمر، لكن مسكين ما قدرش يستمر. شوف هاد الضربه هادي اللهم بارك، يعني ضربه من الجحيم اسقطته ارضا وجثه هامده في الارض. شو الضربه اللهم بارك، يعني غير قادر. دابا الحكم راه بدا كيعد ليه وقال لك باغي يستمر، مازال باغي يستمر، وقت ما جا كيستقبلونا بالحريولي. سبحان الله سبحان الله. أبطال المغاربة سيطروا سيطرة تامة على الفنون القتالية، سيطروا يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يعني ملي كنهضروا على الأبطال المغاربة يعني نحسبوا ما غاديش نكملهم اللهم بارك. مشينا للوزن الثقيل، مشينا للكيك بوكسين، طاي بوكسين، يعني كل شيء. يعني الفنون اللي مشينا لها كنلقاو الأبطال المغاربة سيطروا على الفنون القتالية بصفة عامة. شوف الروح الرياضية من البطل المغربي نبيل حريولي اللهم بارك، الأسد المغربي حياك الله يا أسد. والروح الرياضية اللهم بارك. رغم أن البطل الجزائري تحداه قبل النزال وقال لي غادي ندير ليك، غادي نشطب بك الأرض كذا كذا، لكن البطل المغربي نبيل حريولي لا يتحدث إلا في الحلبة، ما كيهضرش هو حتى كيوصل الحلبة عاد كيهضر. اللهم بارك. التدريب كان خضع البطل المغربي في الصحراء المغربية، يعني التدريب كان في الصحراء المغربية ودار تدريب شاقة جدا